السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عمرو خالد من قناة ذا سامري نولج. النهاردة هنتكلم عن عالم الحيوانات الراقية والنظام البيئي وكيف تتفاعل الحيوانات مع بعضها. استعدوا للمعلومات الجامدة اللي هتحصل دلوقتي. يلا بينا. اولا، يعني ايه حيوانات راقية؟ الحيوانات الراقية اللي هي عندها جهاز عصبي متطور وجسم معقد، يعني مش اي حيوان والسلام. ده الكلام عن الثدييات والطيور وبعض الزواحف والاسماك. ثانيا، الادوار المختلفة في النظام البيئي. النظام البيئي هو المجتمع الكبير للكائنات اللي بتتفاعل مع بعضها ومع البيئة اللي حواليها. كل نوع ليه دور معين، زي المنتجين والمستهلكين والمحللين. اولا، المنتجين زي النباتات والطحالب، دول اللي بينتجوا اكلهم بنفسهم من خلال التمثيل الضوئي، زي اللي بيطبخوا لنفسهم كده. ثانيا، المستهلكين هي الحيوانات اللي بتاكل النباتات والحيوانات التانية بنسميها مستهلكين. دول بقى اللي بيجوا على الجهاز وياكلوا على طول، زي العشبة اللي بتاكل نباتات واللاحمة اللي بتاكل لحمة. بديهية جدا. ثالثا، المحللين. الكائنات المحللة زي البكتيريا والفطريات، دول اللي بيخلصونا من الزبالة ويعيدوا تدوير المغذيات. ثالثا، العلاقات الغذائية بين الحيوانات. السلسلة الغذائية هي الطاقة بتمشي بيها من كائن لآخر، بتبدأ من المنتجين وتوصل للمستهلكين الأولين وبعدين الثانويين. لكن الشبكة الغذائية مش كده وبس، دي شبكة معقدة من العلاقات، زي بهدلة العزومات في البيت. كل الحيوانات ليها أكتر من مصدر أكل وأكتر من مفترس. رابعا، التفاعل بين الحيوانات الراقية زي الافتراس والتنافس. الافتراس هو لما حيوان ياكل حيوان تاني عشان يعيش، أما التنافس فبيحصل لما حيوانات كتيرة متنافسة على نفس الموارد زي الأكل أو مكان. التعاون والتعايش، وفي كمان تعاون وتعايش بين الحيوانات، زي الطيور اللي بتخلص التماسيح من بقية الأكل اللي في أسنانها، والأسماك اللي بتشيل الطفيليات من الشعاب المرجانية. يا جماعة احنا دايما بنسمع عن الديناصورات اللي انقرضت من زمان، بس يا ترى إيه الحكاية عن باقي طبعا الحيوانات والقوارض، وايه اللي كان موجود اصلا غير الديناصورات؟ معانا رقم واحد الحيوانات الأسطورية. دي مش بس أسطورية، دي فعلا كانت موجودة. زي مثلا عندنا حيوان الماموس الصوفي اللي كان شكله كأنه طالع من جوه تلاجة، بس الماموس ده كان عايش في العصور الجليدية، يعني مش بياخد دش بميه عاديه، لا ده لازم ياخد دش ميه ساعه 24 ساعه. طب لما الدنيا بقت حر شويه قال لك بقى يا اما التكييف يا اما الموت، وطبعا هو اختار الموت. ومعانا رقم اتنين القوارض الضخمه. القوارض اللي بنشوفها دلوقتي زي الفيران والجرابيه والحاجات الصغيره دي، زمان كان عندهم عمالقه اسمهم كابيبارا. ده كان كبير جدا لدرجه انك ممكن تفتكره كلب بيلعب في الشارع. الكابيبارا ده كان عنده الجرأه اللي هي بينط من شجره لشجره زي القرود، وبعدين يجي يقول لك يا جماعه حد عنده حاجه ارقشها، انا جعان موت. او فعلا كانت شهيتهم مفتوحه جدا وكانت مفترسه. ومش كده بس، كان في كمان بيفر عملاق وبيكون حجمهم زي كانهم قرروا يعملوا بطوله كمال اجسام، لكن دايما دول يعني يمكن حتى ممكن يغلبوا الاسود حاليا. مع الحيوانات العملاقه المنقرضه ما ننساش طبعا الحيوانات العملاقه زي السلوت العملاق اللي كان حجمه كانه دب بس بيحب يتسلق الاشجار. السلوت ده كان بيتحرك ببطء شديد لدرجه انه لو شافك بتجري عليه يقول لك ما تستعجلش يا ابن ادم، الدنيا مش مستاهله. هو كده كان بطيء جدا. وفي برضه النمر ذو الاسنان السيفيه، ده كان نمر بس اسنانه طويله جدا كانها سكاكين. النمر ده لو شاف فريسه ما بيسيبهاش ولا يعتقها مهما تكون حجمها، انه اساسا ممكن يقهر اي حاجه. رقم 4 انقراض الحيوانات دي. طب ليه بقى الحيوانات دي انقرضت؟ العلماء بيقولوا ان في اسباب كتير، زي مثلا التغيرات المناخيه زي ما قلنا كده عند الماموس الحر. ومثلا تخيل كده لو في مثلا فيل بيسبح في البحر وفجأة بقت صحراء، طبيعي ان هو هيموت. وغير كده في سبب تاني برضو، ان الانسان اللي قرر يطلع يصيد الحيوانات دي عشان يعمل منها حاجات كتير زي الفرو واللحمة، وبرضه يلعب ولاده معاهم ويقول لهم شوف انا اصطدت ايه، فده برضه كان بيأثر. وغير كده ده منهم اللي كان مثلا يقطع راسه ويحطه على مركب. حاجات كتير جدا زي كده خلت انقراض الحيوانات بصورة كبيرة. ومعانا بقى رقم 5 اللي هي القوارض في الوقت الحاضر او دلوقتي. القوارض بقى دلوقتي زي الفيران والجرابيع، دول يعني من سلالة كانت بتوصل لأكبر من حجم الكلاب، دلوقتي شوف نزلوا ما جوش حتى قد الشبشب اللي احنا بنلبسه. بس هنعمل ايه، دول انقرضوا ودول فاصله تانية خالص. وفي النهايه الحيوانات دي مش كانت عايشه حياتها تمام، لكن بس بسبب التغيرات الكبيره في الارض والناس اضطروا يودعونا، فما خلاص هم انقرضوا واحنا اللي لسه باقيين في الدنيا. بعد ما اتكلمنا عن البيئة وازاي اتطورت، عايزين نعرف عن الحيوانات. تاريخ الحيوانات دي موجودة على كوكب الأرض من زمان جدا، قبل ما حد يفكر يجيب كاميرا ويصور فيلم. الحيوانات دي بدأت تظهر من ملايين السنين، وكل جيل كان بيجيب جيل جديد بأشكال وألوان مختلفة. أول حيوانات على الأرض في
الاول كان في كائنات بحريه صغيره، وبعد كده ظهروا الديناصورات. اللي بعده كان مقاسهم يخوف. تخيل ديناصور جاي يقول لك صباح الخير، هتجري فين؟ العصر الجليدي والحيوانات. بعد كده جه العصر الجليدي، الحيوانات الكبيره بقى دي بقت تلاقي نفسها في فريزر، والحيوانات اللي ما قدرتش تتكيف مع البرد ماتت، والباقيين لبسوا جواكت فروا. نيجي بقى للقوارض، دول العيله الكبيره اللي بينضم فيها الفئران والجرذان، السناجب والهامستر. دول معروفين انهم سريع الحركه وصغيرين الحجم، بس عاملين دوشه مش طبيعيه. القوارض كانوا عايشين من زمان برضه، وبيعرفوا يتكيفوا مع اي بيئه تقريبا، تلاقيهم في الصحراء، في الغابات، وفي بيوتنا كمان لو قفلناش الشبابيك. ازاي الانقراض؟ طيب بقى الحيوانات دي اللي انقرضت ماتت ازاي؟ ايه اللي حصل لها؟ في اسباب كتير زي تغيير المناخ، الجو بيتقلب بسرعه، والحيوانات مش كلها بتعرف تلبس جواكت. الصيد الجائر، بعض الناس بيحبوا الصيد الجائر اكتر من اللازم، وبيسيبوا كل حاجه تتحرك. فقدان المواطن الطبيعيه والبشريه، بقى بيبنوا كل حاجه كل حته، والحيوانات ملهاش مكان تعيش فيه اصلا. امثله على الحيوانات المنقرضه زي الديناصورات اللي اتكلمنا عنهم، والماموس اللي كان شبه الفيل بس بشعر طويل، دول لقوا نفسهم في محل جلود.